بُص هاقول لك على حاجة، مش معنى إن أنت بتلاقي نتيجة إن أنت ماشي صح، إيه يا عم مانو أنت اتعبطت والّا إيه؟ أنت الحادثة وصلت على مخّك؟ اسمع مني للآخر، هادّيك مثال، لو أنت كمبتدئ مثلًا بقى لك 6 شهور، بقى لك سنة في التمرين، ما بتكمّلش زيت بروتينك، أو ما بتلعبش بأداء سليم في التمرين ومدى حركي مش كامل، هتلاقي نتيجة ونتيجة مرضية واللي حواليك هياخدوا بالهم، بس ده مش معناه إنك ماشي صح. ده مش معناه إن أنت على الطريق السليم. ففي حاجات بنمشي وراها تبع النتايج، اللي هو أنا وصلت لإيه، ووزني عامل إزاي، وشكلي عامل إزاي، زي السعرات مثلًا أو الcalories أو الماكروز، تضبيطها بتختلف من شخص للتاني. وفي حاجات لأ، في حاجات ده الصح وده الغلط، هتمشي عليه خلاص. لازم تكرر العضلة أكتر من مرة في الcycle، مش لازم في الأسبوع. قُلت قبل كده إن أنت أسبوعك ممكن يكون 8 أيام push pull leg راحة، push pull leg راحة، راحة push تاني وتعيد مثلًا. فاهمني؟ فأنت ممكن أسبوعك يكون 9 أيام، يكون 8 أيام عادي. ممكن كمان تكرر العضلة أكتر من مرتين، ممكن 3 في الأسبوع، ممكن تلعب upper and lower عادي. بس أنت بس في الحتة دي بتركّز شوية حسبة الvolume بتاعتك عاملة إزاي، حسبة المجاميع عاملة إزاي. ما أنت مش هتضرب، يعني أنت مش بتلعب مثلًا pro split 6 مثلًا 7 مجاميع مثلًا في المَرّة، 7 أو 8 مجاميع في المَرّة، تروح لمّا تلعب لي push pull leg تلعب لي 8 هنا و8 هنا، ده مش منطقي. فركّز أوي في حسبة الvolume دي، وزي ما أنت ماشي ورا الtrend الfailure حاول تمشي ورا الtrend الfrequency، اللي هو أنا ما باحبش حتّة الtrend دي، بس يعني هو الناس بتعرفها بالtrend، لكن ده العلم، ده الصح، دي الدراسات أثبتت كده. البرو سبليت دلوقتي هتلاقي منه نتيجة، ما فيش حاجة اسمها صفر نتيجة، هتلاقي نتيجة ونتيجة كويسة وهتعجبك، بس خليك طماع، ما تخليك طماع شوية في حتة النتيجة دي. خليك إن أنا بدل النتيجة اللي هاعملها في 6 شهور أعملها في شهرين، في 3، why not؟ خليك طماع.